سلام، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ خديجه مكي. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد الفطائر او بانكيك اللي بالياغورت او بدانون بمكونات بسيطه، والنتيجه كما كتشوفوا رائعه. كيجيو خفاف ولذاذ وكيوجدوا في وقت وجيز الفطور او الغوتي. خليكم معايا من اول لا فيديو حتى الاخر ديالو. كنحتاجو في المكونات جوج بيضات، واحد الكيس ديال الفاني، واحد الكيس ديال الخميره الحلوه، واحد الكاس ديال الحليب، جوج كيسان ديال الدقيق ما يعادل 200 غرام، ربع كاس ديال زيت المائده، ثلاثه ديال المعالق كبار ديال سنيده، واحد الياغورت بالنكهه ديال الفاني، وواحد القبيصه ديال الملحه. كما كتعرفوا ان الملحه كنصحوا بها غير الذوق، ما كنديروش بزاف، كنديروا غير قبيصه. كناخذوا واحد البول او اي اناء كتصوبوا فيه الكيك ديالكم. كنفرغوا ديك جوج بيضات، كنضيفوا لهم ديك النكهه ديال الفاني. ممكن نتوما تنكهوا باي نكهه، انا هنا عندي متوفره الفاني، غادي نستعمل الفاني. من بعد غادي نضيف ديك القبصه ديال الملحه مع 3 ديال المعالق كبار ديال سنيده. ممكن تزيدوا ممكن تنقصوا، كما كتعرفوا البانكيك راه كيمشي مع الشوكولا ولا شي حاجه حلوه. داكشي باش انا درت غير 3 ديال المعالق ديال سنيده. من بعد راني ضفت السوائل كامله. ضفت ديك 4 كاس ديال الزيت، تقريبا 4 المعالق ديال الزيت، مع ديك العلبه ديال الياغورت اللي بالنكهه ديال الفاني. وهنا غادي نحاول نخلط. هنا ما كنحتاجوش الخلاط الكهربائي او الخلاط ديال الضو ديال اليد، كنحتاجو هنا غير ديك الفوي. كنبقاو نطربو غير بيدينا، وفي نفس الوقت انا هنا راني درت العناصر كامله دقه وحده وغادي نخدم. انا هنا ما كنحتاجش عاد ندير البيض مع سنيده وحتى يضاعف الحجم ديالو. انا هنايا كما كتشوفوا ضفت العناصر كامله وكنخدمهم حتى كنتاكد مزيان ان ديك سنيده راها دابت لي وما بقاتش ديك الحبيبات ديال السنيده مازال. هنا كما كتشوفوا كنحاول نخدم مزيان على هذا الشكل هذا وانا كنطرب. كما كتشوفوا هنا ما قطعت حتى حاجه باش تشوفوا ديك التخليطه اللي خلطت. من بعد كنضيف ديك الكاس عنبه ما يعادل 100 غرام، كاس معمر، وكنحاول نغربلو. من الاحسن تغربلو الدقيق ديالكم. هنا كنحاول من الاحسن نغربلو. كما كتعرفوا ان الدقيق يقدر يكون فيه شي زوائد ما زويناش، كنغربلو وفي نفس الوقت كندخلوا له ديك الهواء كيعطينا نتيجه زوينه. لاي حاجه عندنا ديال الحلوه كنصوبوها هكا. من الاحسن كنصحكم ديما تغربلوا الدقيق ديالكم. هنا ضفت ديك الخميره معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه ما يعادل 8 غرام، اي ساشي وحده. وهنا استعنت بواحد المعلقه باش نهبط ديك الدقيق اللي بقالي. من بعد غادي نبقى نخلط ديك الدقيق غير شويه بشويه، يعني من الوسط وانا كنجرج الجوانب باش نتاكد ان ديك الدقيق راه كيدخل لي كامل. كما كتشوفوا كنحاول نخدم مزيان وانا كنجر ديك الجوانب على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للقوام ديالو راه كيكون ثقيل شويه على الكيك، كيكون شويه زايد على الكيك. بحال كما كتشوفوا هنايا راني تاكدت ان ديك الدقيق ديالي راني خلطته، ولكن غادي نزيد نتاكد بواحد السباتولا ونجمع ديك الاطراف ديالو ونتاكد من التحت ديال الاناء واش مازال عالق لي شويه ديال الدقيق. هنا كنظن ان ما بقاليش الدقيق عالق. كما كتشوفوا كيجي على هذا القوام هذا. انا هنا البانكيك ديالي كنخليه يرتاح غير واحد شويه، تقريبا واحد 2 دقائق. من الاحسن ما بغيتوش كطيبوه في نفس الوقت وراه كيعطي نفس النتيجه. هنا غادي نستعمل بواحد المغيرفه وغادي نحركها كما كتشوفوا، وغادي ندير المقيله ديالي الطيب باش نبقى نطيب ديك البانكيك ديالي. كما كتشوفوا سخنت المقله ديالي على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للطياب من الاحسن يكون ناقص مهيله، المقله شويه سخونه ومن بعد كتولي مهيله حتى كنبقاو نشوفوا ديك الفقاعات على هذا الشكل هذا، على هذا الشكل بحال شكل البغرير. وكنقلبوه ولكن حضيوه مزيان لان راه دغيا كيطيب معكم. وضروري تنقصوا من البوطه لان البوطه ضروري تكون ناقصه.
هنا نعاود معكم واحده اخرى كما كتشوفوا كناخذ واحد الكميه، وهنا ممكن تستعنوا بواحد المقيلات اللي كيكون عندهم ديك الحفيرات ديك الحفيرات كيكون عندهم نفس القياس، كتخوي فيهم ديك الخليط ديال البانكيك كيعطيكم نفس القياس. انا هنا درت غير عيني ميزاني كما كتشوفوا، وهذا هو البانكيك ديالي كما كتشوفوا اللي وجدت معكم. كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي خفيف ولذيذ صراحه الله، وكيوجد بسرعه. راه كيوجد بواحد السرعه، عرفتي على ما كتجيو تصوبوا قهوه ديالكم ولا شي كويس داتاي حتى كتلقاوهم واجدين كيحماقوا عليهم وليداتي. كيجيو من الداخل خفاف كما كتشوفوا على هذا الشكل، كيجيو رطب وخفاف وناجحين 100%، كيجيو فنين. هذا بالنسبه للتزيين. انا هنايا خديت هذا الطبيص هذا اللي غادي نقدم فيه معكم البانكيك، وغادي نحاول ناخذ واحد شويه ديال الشوكولا ديال الدهن وندوبو غير واحد شويه، ونضيف له واحد شويه ديال قطرات ديال زيت المائده، وكنبقى ندير هذا الشكل هكا خطوط على شكل عشوائي هكا. شوكولا هكا كنديه ونجيبو كما كتشوفوا. وبالنسبه كما كنقول لكم التزيين راه كيكون اختياري، اي واحد يختار التزيين اللي بغى. انا هنا اختاريت عندي هادشي هو اللي واجد، يعني اختاريت داكشي اللي عندي انا على هذا الشكل هذا. وكنبقى نوزع ديك البانكيك على هذا الشكل هذا، كنوزع ديك الكركاع عفوا فوق ديك البانكيك. كنتاكد ان ديك الكركاع كله عندي متساوي مع فوق الشوكولا. وهنا من بعد غادي ناخذ ديك البانكيك اللي عندي هكاك طبقات، غادي نحاول ندير فيهم واحد شويه ديال اللي عنده الزبده والعسل هكا يذوبهم ويخوي شويه من الفوق. انا هنا غادي نستعن غير بشويه ديال العسيله كما كتشوفوا، كنحاول نوزعها حتى هي على شكل عشوائي هكا، واحد الخطيطات هكا، وهما في نفس الوقت كيهبطوا وكيقيسوا لنا ديك البانكيك كامل اللي لتحت باش الاذواق كتختلف، يعني اللي بغاهم بالشوكولا ياخذهم واللي بغاهم بالعسيله ياخذهم. وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الصراحه الله راه كيجيو فنين وخفاف، والمقادير اللي عطيتكم راه ناجحين 100%. من بعد غادي نختار الفواكه اللي عندي. انا هنا عندي الكيوي، عندي شويه ديال بوعويد، عندي البنان، عندي شويه ديال الكاكي. وكنبقى نوزع في ديك البليصه اللي عندي خاويه، كنبقى نوزع فيها ديك لي فخوي ديالي كاملين على هذا الشكل هذا. كنبقى نوزع ونستف هكا شويه ديال لي فخوي كاملين، وكنحاول نوزعهم البلاصه اللي ما فيهاش كنحط فيها. وكما قلت لكم راه التزيين كيبقى اختياري، اي واحد يختار الطريقه اللي تناسبه. انا شاركت معكم الطريقه ديالي وداكشي الواجد اللي عندي، وكيبقى لكم نتوما تزينوا كما بغيتوا على هذا الشكل هذا. ممكن تضيفوا فوق ديك العسيله ديك شويه الزبده. وكنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء والحباب ديالكم، وما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد والجديد ديالي. وشكرا لكم على الدعم والتشجيع، ونتمنى نتلاقاو ان شاء الله في وصفات جديده ورائعه اللي تبقى تنال الاعجاب ديالكم. ومع السلامه والى اللقاء ان شاء الله، نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله.